حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بألف خير. صلوا على النبي، ترحموا على جدتي كده في الفيديو وحطوا لايك. وتعالوا النهارده اقول لكم على تتبيله بجد روعه جدا، ممكن تعمليها في اي مناسبه عندك، بقى فرح باذن الله يعني كده، عزومه كبيره عايزه تعملي اللي هي الصاج بتاع الفراخ وكده، بتتبيله تكون مميزه ومختلفه بقى عن باقي التتبيلات. فتعالوا النهارده اقول لك على تتبيله روعه. زي ما انتم شفتوا كده، حطينا علبه زبادي، معلقه من هريسه الشطه، معلقه من معجون الطماطم، حطينا كمان ليمونه، شويه من الصويا صوص، وحطينا اللهم صل على سيدنا محمد كام معلقه من الزيت، وكمان معلقه من السكر. ولو عندك عسل استغني عن السكر. حلو كده، حلو. هنحط بقى ربع معلقه او نص معلقه من كل حاجه، فلفل اسود، بابريكا، كزبره. هتحطي كمان اللهم صل على سيدنا محمد 7 بهارات. حلو. وتظبطي الملح بتاعك. حطي كبابه صيني اللي هي اللي بتكون البودر دي، احنا طحنينها في البيت فمتاكدين ان هي نظيفه وزي الفل. هحط كمان بصل بودر وتوم بودر، وهحط شويه من الروزماري. افركيهم كده بايدك وحطيهم في التتبيله. ماشي. الزبادي من الحاجات اللي هي بتطري معاكي الفراخ، حلو جدا، بتخلي طعمه بيكون خرافه. حطينا كمان شويه من اللهم صل على سيدنا محمد اللي هي القرفة البودر، وورق لورا كده كسرناه. حلو. لا مش ورق لورا يا ربي حبهان. حبهان وشويه من لون الزعفران ده عشان يدي معانا طعم حلو جدا. انا هحط لكم على العموم التتبيله، هحطها لكم في صندوق الوصف، هكتبها لكم في صندوق الوصف عشان ما حدش يتوه من حد كده. يبقى حطينا كده ايه؟ الزبادي والبهارات والليمون والزيت وال معلقتين الصويا صوص. هنا كنا بنظبط الملح، قلبنا بقى التتبيله دي كويس جدا. ومعايا بقى ايه؟ وراك كنت غسلاها كويس جدا ومنضفه من تحت الجلد وعامله فيها تفتحات كده زي ما انتم شايفين. وهنبدا ان احنا نتبل الفراخ بتاعتنا كويس. بس اهم حاجه بقى، بصي، عندك عزومه مش عندك عزومه، تعمليها كده في يوم في البيت. اهم حاجه على الاقل انك تسيبي الفراخ في التتبيله ساعتين في التلاجة، عشان التتبيله تتشرب، الفراخ تتشرب من التتبيله، فبالتالي الفراخ بتاعتك يكون طعمها جميل، وفي نفس الوقت تكون شاربة من التتبيلة كده زي ما انتم شايفين. بجد هتفرق معاكي قوي، غير انك تعملي الفراخ وتقومي حطاها في الفرن على طول. ماشي كده. هنا كنا تبلنا خلاص الفراخ بتاعتنا. عندي هنا بقى بطاطس وعندي بصل زي ما انتم شايفين كده، وهحط كمان فلفل الوان عشان الكلام ده كله بيدي طعم لذيذ جدا جدا للفراخ بتاعتك، وكمان بيكون طعمها تحفة. هنبهر برضو الخضار بتاعنا بفلفل اسود وبابريكا، شوية ملح كده، شوية كمون، شوية 7 بهارات، يعني ظبطي الخضار بتاعك بالتتبيلة. اهو. حطيت كمان عود قرفة واتنين ليمون لومي، شوية ورق لورا. حلو كده. اهو. كل الكلام ده يا جماعة لما بيكون الفرشة بتاعت الفراخ، على فكرة يا جماعة، لما الله اكبر، الله اعظم، لما الفراخ بتنزل سوائل وبتنزل على الخضار والخضار بيكون عايزه اقول لكم البخار اللي بيطلع على الفراخ بيطلع برضو بريحه بهارات وبطعم حكايه. فانتي عندك اي مناسبه اي حاجه، هتجيبي الصاج بتاعك ده وتعمليه زي ما احنا عملنا كده بالظبط. وعايزه اقول لكم الشكل النهائي هيعجبكم جدا. بصوا بقى القمر، بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه روعه. حطينا كمان طماطم، هنحط رشه زيت كده من فوق الوش، وحطينا فلفل الوان يتشوي كده مع الفراخ. بجد حاجه بسم الله ما شاء الله، هتشرفك في اي مناسبه والله العظيم. رشه فلفل اسود كده على الفراخ بتديها طعم جميل جدا. اهو زي ما انتم شايفين. اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. بصوا، بجد روعه. اعمليها والله العظيم هتعتمديها في اي مناسبه عندك، او في اي وقت هتجيبي فراخ تعمليها في البيت. روعه روعه روعه. زي ما انتم شايفين كمان الشكل بيتكلم عن نفسه اصلا يعني. تعالوا بقى نعمل هنا الرز بتاعنا. حطيت شوية من الزيت حلوين كده مع مكعب كده من الزبدة، او مكعبين كده من الزبدة يسيحوا مع الزيت، لان اهم حاجة تحط شوية زيت عشان ايه؟ الزبدة ما تتلسعش. بصوا بقى، احنا هنعمل النهاردة مش رز بسمتي كده وخلاص، لا، احنا اول حاجة هتعمليها مع الزيت والزبدة، هتحطي شوية زبيب. زبيب احمر، زبيب اصفر، براحتك. احنا هنا عندنا زبيب اصفر اللي كان موجود. هتحمري بقى الزبيب بتاعك، وركزي كويس جدا في الوصفة دي يا جماعة، بجد روعة روعة. وعايزة اقول لكم مفيش حد كتير اصلا على اليوتيوب عمل الوصفة دي، يعني بجد يعني. اتفرجوا وهتعرفوا، اتفرجوا.
بصوا، هتجيبي الزبيب واول ما تحطي في الزبيب كده في الزبده بتاعتك هتلاقيه بينفش كده زي الفنكوش كده، عارفين الفنكوش؟ اول ما بنحطه في الزيت بينفش كده، فالزبيب هتلاقيه نفش كده وكبر، هتبداي ان انت تطلعيه. يبقى احنا كده حمصنا الزبيب بتاعنا في الزبده، حلو كده، وخدنا منه برضو التسكيره بتاعته اللي هو بيكون مسكر كده شويه، فاحنا خدنا ايه التسكيره بتاعته. بعد كده هنحط معايا جزرتين كبار بشراهم، هتبدأي تحطي الجزر بعد ما شلنا الزبيب، تحطي الجزر بتاعك تحمصيه كده شوية حلوين، ماشي. وزي ما بقول لكم ركزوا في وصفة الرز، بجد والله انا عارفة ان انتوا لما تشوفوا الفيديو تعملوها، لان هي بجد جميلة جدا. وعايزة اقول لكم الجزر مش بياخد وقت كتير على النار، فانت تخلي بالك من الخطوة دي. اول ما هيتحمر كده معايا هبدأ ان انا اشيله برضو اهو، بسم الله ما شاء الله كده، ويبقى برضو احنا حمصنا الجزر بتاعنا وخدنا برضو الطعم بتاعه في ايه في الزبدة والزيت بتوعنا اهو. زي ما انتم شايفين كده هنبدأ نشيل كل كمية. تعالوا نشوف هنحط ايه تاني بقى غير الجزر. يبقى كده احنا عملنا الجزر وعملنا الزبيب. هبدأ بقى معايا بصل ده متقطع طرنشات رفيعة، هبدأ بقى ان انا ايه احمره زي ما انتم شايفين كده اهو، بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم في الخطوه دي بقى يا جماعه الريحه بتكون قلب الدنيا، بجد والله بتكون جميله جدا جدا اهو. زي ما انتم شايفين هبدأ بقى اسيبها تتحمر شويه كده، اللهم صل على سيدنا محمد. بس يعني يكون ايدك فيها عشان ما تتلدعش وكده. حطوا بقى لايك للفيديو لو وصلتوا معايا لغايه هنا، ماشي كده اهو. تعالوا بقى هنا نشوفها بعد ما اتحمرت كده هنعمل ايه. بعد ما اتحمرت هنحط ورق لورا، قرفه، هنحط ليمون لومي، وكمان كام واحده كده من الحبهان، حلو كده. وزي ما انتم شايفين البصل بيتحمر برضو معايا، انا عايزه احمره شويه تاني كده حلوين اهو. هبدأ بقى احط بهارات صحيحة كده، حطيت كده ماما حطت شوية من اللهم صل على سيدنا محمد 7 بهارات، حلو شوية كده حلوين كده، ماشي اهو. وبعد كده هنبدأ نشيل البصل. طب انتي هتفضلي تشيلي بقى البصل بعد ما نحمره ونفضل نشيل الزبيب والجزر؟ تعالوا بس كملوا معايا الفيديو وانتوا هتنبهروا بالطريقة. وبعد ما نخلص بس ايه امشوا كده بالخطوات بتاعتي. اول حاجة تعمليها الزبيب، وبعد كده الجزر، وبعد كده البصل بقى مش بتشيليه كله، بتشيلي نصه وتسيبي نصه تشوحي معاه الرز البسمتي بتاعك. هنا كان معايا كيلو ونص من الرز البسمتي، فبتسيبي نص كمية البصل مع الرز تشوحيه، والنص التاني هنسيبه هنشوف هنعمل ايه. هتظبطي بقى الملح بتاعي كده زي ما انتم شايفين اهو. عايزه اقول لكم الرز ده يا جماعه بجد روعه روعه. واعمليه كده لو حتى تجيبي نص كوب نص كيلو من الرز وجربيه، انا عارفه انه هيعجبكم والله. وزي ما قلت لكم الوصفه دي اصلا الفيديو ده لاي عزومه عندك والله العظيم بجد مشرف. وزي ما انتم شفتوا صاج الفراخ عامل ازاي، يعني يفتح النفس وهو ني اصلا، فاهمني؟ غير طريقه الرز اللي انت هتعمليها باذن الله زي طريقتنا دي، بجد يعني اي عزومه اي حاجه بقى عندك تعمليها اهو. زي ما انتم شايفين حطيت بقى الميه، وتظبطي بقى الميه بتاعتك، وبعد كده ايه وطي عليها النار. تعالوا بقى نشوف هنا هنعمل ايه. معايا هنا طماطم مبشورة، معايا هنا فلفل مبشور أحمر، وهنا معايا كزبرة. الطماطم هحط عليها معلقة من التوم، حلو كده، وهحط الفلفل المبشور الأحمر ده رومي يا جماعة، عايزة تحطي سبايسي حطي، ومعايا كمان الكزبرة. لو انت بقى عايزة تست المشوي بجد، بصوا انا مش عارفه اوصف لكم الطعم ولا الريحه ولا مش عارفه اوصف لكم ايه ولا ايه بجد والله. هتحطي كده كام معلقه من الزيت، حط شوية من الملح وشوية من الفلفل الأسود، ماشي. والفراخ بتاعتك بعد ما تعدي كده شوية، يعني حوالي احنا قعدناها ساعة ونص عشان الفراخ تكون دايبة، ماشي. حطينا كمان معلقة من الخل، حطينا ايه قعدناها ايه ساعة ونص. بعد ما قعدت ساعة في الفرن هتطلعيها كده بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين، خلاص الفراخ بتقول انا خلاص انا كده بستوي وطلعوني. هتبدأي تاخدي الخلطة دي تحطيها فوق الفراخ وحطيها على الشبكة وسيبيها نص ساعة. بجد انا عارفة انكم هتدعونا والله العظيم هتدعونا من الريحة والطعم. ما تعرفيش بقى طعم مشوي، طعم حاجة كده مسكرة، حاجة بجد روعة قوي. زي ما انتم شايفين التتبيلة دي يا جماعة بجد تحفة تحفة، جربيها هتعجبكم قوي قوي. بعد ما تخرج الفراخ كده حطي التتبيلة
اهو زي ما انتم شايفين، حاجة كده ما حصلتش أصلًا على اليوتيوب يعني، فاهماني؟ القنوات اللي هي اللي طالعة بتعمل حاجات كده وبتجيب ملايين مشاهدة ما عملوش صاج زي ده، والله العظيم ما عملوا صاج زي ده، بس يالّا هي أرزاق بقى مش أكتر، يالّا مش مشكلة. بصوا يا جماعة الشكل، بصوا النضافة أصلًا يعني بتتكلم عن نفسها، بصوا الصاج بجد تحفة. الخضار ده بقى عايزة أقول لكم هيتشوي دلوقتي وهيبقى حاجة تانية. تعالوا نشوف الرز بعد ما اتشرب كده، وبعد ما الريحة بتاعته كده قلبت البيت. ما تقلبهوش، انت مش هتقلبيه، انت اول ما تحسي خلاص اتشرب وداخل في السوا، حطي بقى الجزر بتاعك كده من فوق الوش، وحطي البصل. دي اسمها يا جماعة في السعودية بتكون اسمها، اللهم صل على سيدنا محمد، نسيت اسمها، كشمة، اسمها كشمة حاجة زي كده يعني. فاهميني؟ اللي بيتفرج عليا من السعودية وهيبقى عارفها بالظبط. فهتحطي الجزر وتحطي الزبيب بتاعك، وبعد كده حطي البصل المتحمر ده اللي احنا حمرناه. عايزة اقول لكم بقى يعني بصوا، انا مش عارفة اقول يعني ايه، مش عارفة اقول ايه والله في الجمال ده. بصوا، يعني حاجة كده بقى، يعني انتوا هتقولي رأيكم. اهو. بعدين تبدأي برضو تخطي وتسيبيه بقى لغاية لما يكمل ايه سوا، وكله يتشرب بقى مع كله كده، كله ياخد طعم كله، مع اني اصلا هو كله واخد طعم كله. في ايه؟ في ان احنا محمرين الكلام ده كله في الزبدة، فاهماني؟ فاوريدي كل حاجة واخدة من طعم بعض. هنا ماما عملت فتوحتين كده، فتوحة هنا وفتوحة هنا. وحطت فيها شوية من لون الزعفران ده، عشان عايزين واحدة بيضة واحدة صفرة بقى، والوان الطيف ده اللي انتوا عارفينها دي عايزين نعملها. ماشي. هنشيل بقى هنا، كان خلاص بسم الله ما شاء الله الاكل استوى وكله زي الفل. طلعت بقى شوية عملت شوية دقوس، وقطعت طماطم بقى وخيار وفلفل، وطلعنا زيتون مخلل من القمر ده. انا هنزل لكم فيديو الزيتون يا جماعة، الزيتون اللي انا بطلعه في الفيديوهات ده من السنة اللي فاتت. فاهميني؟ احنا بنعمل الزيتون والليمون من السنة للسنة، وبنعمل اللي هو بيقعد 15 يوم وتفتحي عليه، والخيار والفلفل والكلام ده كله. انا هنزل لكم الفيديو عشان لو ايه حابين تعملوا اي حاجه منهم. بص بقى، هنشيل الحاجات اللي على الوش دي اللي احنا حاطينها على الرز، وبعدين نحط الرز بتاعنا. بصوا الجمال بقى والروعه، مفلفل وزي الفل. نفسي تبقوا مكاني والله، وتدوقوا الطعم وتشموا الريحه. يعني الريحه موضوع تاني، موضوع تاني. الرز ده يا جماعه بجد روعه روعه. وزي ما انتم شايفين بقى، واحدة بيضة واحدة صفرة كده، والزبيب مع مع البصل مع الجزر بجد تحفة. هتبدأي بقى ترصي الكلام بتاعك القمر ده، وبعدين تحطي الكشنة دي، ولا انا مش عارفة بقولها صح ولا لا، بس هي اسمها كشنة، ايوه اسمها كده. تبدأي كده ترشرشيه كده على الصينية، اهو زي ما انتم شايفين. بصوا، تحطي بقى طبق دقوس كده في النص، يا سيدي على الجمال والحلاوة. بصوا روعة روعة روعة. هتجيبي الفراخ المشوية القمر بتاعتك ترصيها. بصوا يا جماعة والله العظيم، يعني تستاهل حاجات كتير قوي الفيديو ده. الخضار اللي تحتيه ده كان تحفة. حطوا لايك للفيديو بالله عليكم، بالله عليكم حطوا لايك للفيديو. اكتبوا لي كده كومنت حلو للفيديو ده، لان بجد والله العظيم حاجة متكلفة وحاجة نضيفة وحاجة بجد بعملها لكم بكل حب وبكل اسرار وتكات وحاجات كتير كده. ماشي. بصوا الفراخ كانت مستوية وزي الفل، يا رب يكون عجبكم. حطوا لي بقى لايك واستنوني بقى كده في فيديو جديد ان شاء الله برضو يعجبكم. ويلا بقى باي باي.